صينية الفتة القمر دي أنا عاملاها بتركات وحركات حلوة جدا جدا. شوية خطوات بسيطة هتفرق قوي في طعمها. يلا بينا نجهز أحلى صينية فتة للعيد مع بعض. أهم حاجة شوربة اللحمة دي اللي هتظبط لي الأكلة كلها، ودي الأساس. وأحلى طريقة لسلق اللحمة: حلة على البوتاجاز فيها شوية زيت أو أي مادة دهنية، بنزل باللحمة بتاعتي أديها صدمة على نار عالية، أقفل كل المسام من كل الجهات بالشكل ده. وبعد كده ببهرها، بنزل عليها فلفل اسود وبهارات لحمه اللي هي 7 بهارات، وكمان بنزل بحوالي نص معلقه صغيره من القرفه، بتديلي تست حلو ومش بتكون واضحه في الطعم. حبهان مستكه ورق لورا، لو عندك جزر حطي، وكمان بصلايه متقطعه، البصلايه مهمه قوي، بتديلي ريحه وطعم حلو جدا للحمه وللشوربه. بقلبها لحد ما لونها بيوصل للون الذهبي معايا بالشكل ده، وبنزل عليها بميه بتغلي. اي ريم يظهر على الوش هنشيله مره واتنين وتلاته لحد ما تبقى صافيه. وبحط الملح في البدايه، صدقيني ما بتفرقش خالص في تسويه اللحمه. اخدت معايا من ساعه وربع لساعه ونص، وبقت مستويه معايا اللهم بارك وبالشكل القمر ده، وتاخدي منها احلى شوربه. في الوقت ده قطعت عيش بلدي، سواء تحمريه في الزيت زيي او في الفرن او في الاير فراير براحتك خالص. هنحمره في الوقت ده، ونروح على الصلصة بتاعتنا القمر الخطيرة اللي هنجهزها. زيت نزلت فيه بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، ونزلت عليه بكزبرة ناشفة، هديله تقليبة، وهطفي الكلام ده كله بنص كوباية من الخل بالظبط كده. بعدين كان عندي هنا لتر طماطم معصور ومتصفي، هنزل بيه على الخلطة القمر دي. ملح سكر طبعا عشان يعادل الحموضة، وشوية كمون، وشوية فلفل اسود حطيتهم بس الكاميرا ما صورتش. كده نركن الصلصة بتاعتنا على جنب، ونعمل احلى دقة بقى بالمرقة بتاعتنا. نزلت بزيت او بسمنه بلدي زي ما تحبي، معلقه كبيره توم مفروم، وبرده هنزل عليها بكزبره ناشفه بتديلي طعم حلو قوي زي اللي عملناه هناك بالظبط. هننزل بكوبايه خل هنا، وبعد كده هزود من المرقه بتاعتي القمر، هزود شوربه بقى. وتظبطي ملحك وتظبطي كل حاجاتك بقى معاكي هنا احلى دقه نسقي بيها الفته. هعمل حركه بسيطه قوي كتير مننا ما بعملهاش، الحركه دي هعملها في العيش. نزلت بمادة دهنية، معلقة صغيرة توم، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وهنزل بالعيش بتاعي اللي أنا حمرته. فتة يا جماعة يعني سمنة بلدي ويعني توم، فهي الأكلة دي كده. الحركة دي بتدي العيش بتاعي طعم جبار ورهيب. خطوات بسيطة وبتفرق. نزلت هنا بنص كمية العيش، هقولك النص التاني هنعمل بيه ايه. معلقة سمنة بلدي كده زي ما شفتوا. أول ما ساحت عندي نزلت باللحمة بتاعتي المسلوقة. تحمير اللحمه في السمنه البلدي بتفرق قوي في طعمها. هعمل كمان هنا حركه بسيطه قوي، هديها كده رشه ملح وفلفل اسود. كتير مننا بيرشها بعد التحمير، لا جربي كده ترشي رشه ملح وفلفل اسود على اللحمه وهي كده في السمنه البلدي. بجد بجد الموضوع بيختلف قوي. ادى العيش اللي شوحته مع الثوم ومع الكزبره، سقيته كده مغرفتين من الشوربه بتاعتي اللي بالدقه. هديله كده تقليبه حلوه، وحطيته في السرفيس اللي انا هقدم فيه على طول. هنا كنت عامله رز ابيض بالسمنه البلدي حلو جدا جدا. هبتدي ان انا احط طبقه في خطوه وتركه انا عن نفسي اول مره اعملها السنه دي، ركزوا قوي قوي في اللي جاي. دي بقى نص كميه العيش التانية، هنزل عليها بمغرفتين 3 كده من الصلصه بتاعتنا القمر دي وهي على البوتاجاز. تطشيها كده فيها بالشكل ده، الريحه طالعه جباره جباره. يعني احنا كده عملنا نوعين من العيش. العيش اللي تحت شوحناه مع توم وكزبره وحطينا عليه كام مغرفه كده مرقه بالدقه، والعيش اللي فوق ده انا حطيت عليه كام مغرفه صلصه. طعمت لي الدنيا، نقلت لي صينيه الفته في مكان تاني خالص. بعد ما رصيت الطبقات هنزل عليها بالصلصه القمر اللي احنا عملناها دي. كل حاجه كده معموله ومتحبشه زي ما بيقولوا، وتركات وحركات خطيره. وادي اللحمه حمرناها في السمنه البلدي، رصيها على الوش. اعتقد صينيه تشرف في العزومات. في الاخر خالص حطيت على الوش من المرقه بتاعتنا كده اللي احنا عاملينها. الريحه خطيره، الثوم بقى مع الخل انتوا عارفين. صينيه جميله جدا جدا، تقدميها في الاعياد في المناسبات، حلوه قوي. كل اللي هيدوقها هيسالك على الطريقه.